السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في اتم صحة واحسن حال، اللهم امين. النهارده فيديو جديد وروتين جديد. لو لسه اول مرة بتشوفيني فانا خلود ودي قناتي، اتمنى تعملي لي اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يصلك مني كل جديد. وحشتوني والله. انا كل ما بقول لكم كده ان انا هلتزم وهنزل معاكم فيديوهات على طول. بتحصل ظروف خارجة عن ارادتي فبضطر ان انا ما امسكش التليفون او اصور نهائي. مش هكذب عليكم، لا بمسك التليفون بس ما بصورش، مبيبقاش عندي وقت. طبعا كل حاجة في التصوير لو مثلا حاجة هتاخد ربع ساعة هتاخد معاكي نص ساعة. فكنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اخلص. كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اخلص كل حاجة اول باول، مش عايزة الشقة يعني كلها تتبهدل تاني. طبعا انا كنت قايله لكم ان ايرين تعبانه وكده، فكنت ملتزمه في اوضه واحده علشان طبعا الشقه كلها ما تبص، وكنت يعني المواعين بصراحه بغسلها في ايدي على طول. فما كانش ليا نفس اصلا خالص للتصوير وانا شايفاها تعبانه. فالحمد لله الحمد لله، هي بقت احسن كتير جدا من الاول. خلي بالكوا علشان الدور ده صعب جدا جدا. اكشفوا على طول الكحه والبرد يعني. محدش بجد يقول ان انا هاخد برشامه من الصيدليه ولا حاجه، انا ما بحبش اديها علاج من الصيدليه. بس وديتها لكذا دكتور ومحدش عارف يشخصها غير وديتها يعني لدكتور تاني كبير. الحمد لله هو عارف يشخصها وعارف عندها ايه. فما تستهونوش ابدا دور البرد اللي ماشي اليومين دولت في الجو. هنا بقى كده كنت دخلنا اوضه الاطفال. بصراحه كانت اختي جت قعدت معايا يومين يعني تساعدني. ف كنت عامله كيكه. اخر فيديو معاكم تقريبا كنت عامله كيكه، وكانت ايرين اخدت حته وطلعت على السرير. بهدلت طقم السرير يعني. على فكره هو دوت اللي طقم السرير اللي اتبهدل عشان كنت فرشته من هنا، واختي جت في نفس اليوم يعني بالليل. فكانت بتاكل كيكه ودخلت تجري على الاوضه. طلعت يعني على السرير، بهدلت الملايات اللي انا كنت لسه فرشاها. فمش مهم فداها يعني. احنا كده كده منغيرش الملايات هنا في اوضه الاطفال دي غير مره كل اسبوع، علشان الملايه بيبقى عليها تراب بس مش اكتر. انا كمان بعمل لها دوره شطف كده خفيفه، علشان الحاجه يعني ما تتهلكش، وهي اصلا محدش بينام فيها. آه، مش عارفه ليه يعني هي اوضه الاطفال بتاعتي اوضه مهجوره. هسميها الاوضه المهجوره، محدش بيدخلها نهائي. ان شاء الله بكره تكبر وتتعود بقى تنام في اوضتها، ونغير ملايات ونروقها ونعمل فيها روتينات على طول. بس انا ما بحبش بصراحه يعني اصور حاجه وهي نظيفه، فحرام. انا بدخل كده كل اسبوع اغير الملايات، انفض مثلا معاكم السجاده ولا حاجه وامسح وخلاص على كده، وهي اصلا الاوضه يعني محدوده صغيره فما فيهاش شغل كتير. طمنوني عليكم بقى، عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني والله. هنا بقى كده بالمعطر برش المرتبة يعني معطر، وافرش الملاية على طول. بتفضل كده الريحة في الأوضة ممكن 3 4 أيام. بصوا كمان أنا عايزة أول ما أينين بقى تتعود تنام في الأوضة بتاعتها، أجيب إن شاء الله كفر المرتبة، لأن المرتبة اللي جوه بتاعتي الكبيرة بصراحة متدمرة. إن شاء الله هجيب شركة تغسلها. ما تغسلوش انتوا المراتب علشان خاطر ناس كتير بتعمل خلطات وكده، لا بتبوظها وبتعمل ريحة كمكمة ومتبقاش حلوة. فالأحسن ان انتي تجيبي شركة تغسلها وتجيبي بقى كفر وتحافظي عليها. فان شاء الله هجيب الشركة تنضفها لي لان هي متدمرة بصراحة. وهنا دولت نضاف، فهجيب لهم ان شاء الله كفر يعني. بصراحة اللي انا بتكلم للعرايس اهم حاجة وانتي بتجهزي حاجتك تعملي حسابك على كفرات المراتب. انا النقطة دي مكنتش واخدة بالي منها وانا مش مكسوفة ان انا اقولكوا كده. بصراحة انا كنت مركزة في حاجات كتير قوي، ودماغي كانت مشغولة في حاجات كتير قوي، فتهت عني ان انا اجيب كفر المرتبة. ف اديني غلطة اهو بقولكوا عليها، غلطات كتير هقعد افتكرها يعني واقولكوا. بس الحمد لله الحمد لله ما عنديش غلطات كتير في الشقة غير حاجات بسيطة قوي بتتعدى على الصوابع. يعني انا كنت مركزة قوي ان كل حاجة تطلع تمام وكده. مش هضحك عليكم برضو واقولكم ان كل حاجة بتطلع تمام، علشان خاطر ما تتصدموش. لازم تيجي حاجة كده ويطلع فيها عيب. يعني انا الانتريه بتاعي بصراحة من كتر انا كنت مفصلاه. هقول لكم بقى في فيديو تاني ان شاء الله اقعد اشرح كده الغلطات والحاجات للعرايس. خلينا في الفيديو ده دلوقتي.
ان شاء الله ممكن ينزل لكم على بعد بكره بالكتير قوي الغلطات اللي انا عملتها في الشقه ونصايح للبنات اللي هيتجوزوا خلاص. هنا بقى شغلت فيها القرآن زي ما قلت لكم. الأوضة دي ما فيهاش نور، فيها شباك بس الشباك على المنور، وانا بصراحة بخاف افتحه. وكمان انا حاطة الدولاب في وضعية اللي هو سادد الشباك، فما فيش اي اصوات ولا اي حاجة خالص في الأوضة دي. بحب كده اشغل فيها سورة البقرة. تقعد طبعا 3 ايام، يعني هما دايما يقولوا كده تشغليها 3 ايام، تشغليها يوم بتفضل قاعدة كده محصنة البيت 3 ايام. فانا دايما بشغل فيها قرآن بصراحة. كنت عايزة انقل فيها التلفزيون الشتا بس بصراحة ما نفعش خالص، ولازم اخرم في الحيطة علشان اعلق الشاشة وكده. فقلت بلاش، يعني التخريم في الحيطة حاجة مش حلوة جدا وانا مبحبهاش، وبتبوظ الحيطة وبتأيدك. فقلت بلاش بقى خلاص. احنا اخدنا على اوضة الليفينج وقاعدين على الركنة. هي اي نعم صغيرة شوية، بس خلاص اتعودنا يعني. الارض برضو عندي كانت نظيفة، انا بس شفطت كده يعني تراب اي حاجة. هي زي ما بقولكوا الاوضة دي مقفولة جدا، فحتى ممكن ما يدخلهاش تراب والله. هنا بقى بوريكوا كده دي دفايات كنت برضو مطلعاها، قلت علشان خاطر لو نامت بالنهار ولا حاجة بتاخد كده قيلولة نص ساعة اعودها تنام في الأوضة بتاعتها يعني. فطلعت كده الدفايات دي فرشتها، لان الجو ساقع عندي، انا ساكنة في دور عالي ومفيش حواليا عماير ولا حاجة. فطلعت الدفايات دي نتغطى بيها. هنا بقى هتشوفوا في الغسالة الطقم اللي انا لسه فرشاه، عشان ما تستغربوش زي ما قلتلكوا ايرين بوظته بالكيكة يعني. كان عندي برضو هنا فوطين كده غسلتهم. زي ما انا قلتلكوا انا بغسل ملايات الاطفال على اقل دورة علشان هي نضيفة، ويدوبك بس بيبقى تراب. كنت حاطة كده معاه كمان مفرش. وبلاش تغسلوا الملايات بمية سخنة ابدا، ما بحبش اغسل الملايات بمية سخنة، دايما بغسلها بمية ساقعة. يعني ما تشغلوش الغسالة على السخن. وهنا بقى كده كنت هعمل معاكم وصفة بس مش عارفة ايه هي. تقريبا بامية. بامية. والله الفيديو متصور عندي من 4 5 ايام مثلا او 6 ايام، اسبوع يعني. بس كان محتاج فويس اوفر، كل ما اجي اسجله اللي هو ما عنديش طاقة اصلا، اللي هو انا طول النهار تعبانة، مش عايزة اعمل حاجة، مش عايزة اسجل، مش عايزة اتكلم. بس حسيت ان انتوا وحشتوني وكده، قلت لازم انزل فيديو النهاردة. هنا انا كنت بضرب الطماطم. نزلت بقى كده جبت الطماطم. اسعار الطماطم عندكم ايه يا جماعة؟ احنا اسعار الطماطم عندنا غلت ورفعت تاني، مش عارفة ليه. بضربها كده بقى، الواحد عايز يجيب بصراحة كمية طماطم وافرزها، بتوفر عليا كتير بصراحة. يعني يوم واحد بتعب بتوفر عليا ممكن شهر مثلا، علشان انا بجيب مثلا كمية كبيرة، بجيب مثلا عداية ونص، فبتقعد معايا فترة طويلة وبتريحني بصراحة. وعايزة برضو اجرب ان انا اتبل الفراخ واحطها في الفريزر، اعمل الكفتة واصبحها واحطها كده في طبق واحطها في الفريزر. مش عارفة، برجع اقول برضو اللي هو لما اعمل الحاجة في وقتها احسن، يعني فاهمين. بس ساعات ببقى مكسلة، ساعات مبقاش عايزة اعمل الاكل، ساعات مثلا ببقى تحت ولا حاجة، رحت مشوار وجاية بقى عايزة اعمل اكل بسرعة، ممكن نعمل كمية بسيطة يعني. بس هي الصلصة على طول انا بصراحة ما بقطعهاش من الفريزر ابدا، بحب الصلصة دايما، بتوفر عليا مجهود كبير ووقت كبير. انا الايام اللي كانت ايرنت فيها تعبانة عشان كده بقولكم ما كنتش بعرف اطبخ قد كده. إيه، فكنا نضطر ان احنا ناكل اي حاجة وخلاص، علشان خاطر هي بقى لما بتبقى تعبانة بتبقى شبطانة فيا. تعبانة او مش تعبانة شبطانة فيا، ده الطبيعي. بس لما بتبقى تعبانة بتبقى متمسكة بيا اكتر واكتر، ما بعرفش اعمل اي حاجة بصراحة. فبضطر اعمل اختي تيجي تقعد معايا، يا اغلب الوقت انا بروح عند ماما. حتى اختي كانت قعدت معايا يومين وبعد كده اخدتها ورحنا عند ماما بصراحة.
هنا بقى بصفي الطماطم. طبعا خلاص انتوا اتعودتوا ان انا بصفي الطماطم لاي حاجه ما عدا المكرونه. المكرونه وصينيه البطاطس احيانا بصفيها لصينيه البطاطس. لو وصلتي لحد هنا بقى متنسيش تعملي لايك للفيديو وتكتبيلي كومنت حلو زيي، علشان كده اتشجع وانزل لكم ان شاء الله فيديوهات على طول. نجيب بقى هنا كده بصلايه صغيره، هبشرها برضو، وهنزل بقى كده عليها هبشر البصلايه، وهحط طبعا في حله فيها شويه سمنه وزيت، اشوح فيها البصلايه اهو زي ما شايفين. وبعد كده هنزل عليها اول ما الحله اصلا تسخن، هنزل عليها بقى بالبصل. وانا كنت سلقه لحمه عندي الخنفايه، انزل بقى بالبصل كده، وكنت سلقه لحمه عندي كده، نزلت برضو عليها مع البصل، تاخد كده طعم البصل والتشويحه يعني. ايام ما كنت حامل كل ما اعمل اكل دلوقتي افتكر ايام ما كنت حامل، كنت بضرب البصل مع الطماطم وبصفيها عادي، علشان ما كنتش اقدر ابدا اشيل الريحه دي ابدا. هنزل بقى كده عليها زي ما قلت لكم باللحمه. اللحمه بتاعتي انا سلقاها علشان خاطر يعني ابقى ضامنه ان هي مستويه. في ناس بتحطها نيه وبتحاول يعني ان هي تسويها مع الصلصه وكده، بس انا بصراحه كنت سلقاها عشان كنت عامله شويه شوربه، فحطيتها بقى كده عشان اعمل ايه بيها الباميه. وانا بحب الباميه قوي 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 بايته، يعني ما بحبش اكلها. انا عملتها النهارده، ما بحبش اكلها بقى النهارده، اكلها بكره بيبقى طعمها احلى. مين بقى زي كده بيحب الباميه بايته؟ انا بحب الطبيخ قوي البايت، يعني بحب الباميه. وايه تاني؟ مش فاكره اي طبيخ بصراحه، انا اي طبيخ بحبه. بتكلمكوا سامعين؟ هنزل عليها بقى كده بالصلصه. ساعات كنت بنزل عليها بالباميه واخدها تشويحه، بس بصراحه النهارده نزلت عليها بالصلصه الاول. لما مبقاش عامله فيها لحمه بنزل عليها بالباميه، وبعد كده بنزل عليها بالصلصه. مش فاكره ساعات الطريقه دي وساعات الطريقه دي بصراحه. سيبها بقى كده تتسبك على النار، وبعد كده هنزل عليها بالباميه. بصوا هنا كده كانت خلاص اتسبكت.
هنزل بقى بالبامية. البامية انا كنت مفرزاها ازاي؟ قمعتها عادي وغسلتها وسبتها تنشف تماما، وبعد كده حطيتها في الفريزر. هي دي طريقتي في تفريز البامية. سيبها بقى طبعا تاخد كده غلوتين 3،